السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتوحشوني دايما وانا عارفه ان انا بوحشكم، بس انا مش بلحق اوحشكم. المهم النهارده عندي روتين صغنطوط كده. هنخش المطبخ بس مش هنطول عليكم النهارده، لان النهارده قمنا الصبح اجازه. النهارده الحد مدارس ولادي اجازه جمعه وحد، فالنهارده الحد ما كانش عندنا حاجه. صحينا الصبح كلنا في الروتين العادي بتاع اي بيت، فطرنا مع بعضينا و ريتاج نزلت كان عندها درس، وقاعده انا وعبد الله بنذاكر شويه واخش بقى اعمل الغدا. فهو بقى يلا بينا على المطبخ. هنعمل اكله النهارده على فكره كله بيحبها، كبير وصغير، وهنزود لها بقى رشه موتزاريلا، وهحط التاتش بتاعي، وعايزه لايكات كتير للتاتش بتاعي، دي اهم حاجه. تمام، يلا بينا حبايبي. هنا حبيبي احنا في المطبخ اهو، وهنبدا بقى هنعمل مكرونه بشاميل بس بطريقتي. تمام، هحط من فوق التاتش بتاعي بس. خلاص كده. يلا بينا نبدا. اول حاجه انا حطيت الميه عشان تغلي، وطبعا احنا عارفين هو اول حاجه الحوض عندي، دي اول حاجه. الحوض عندي مغسول مفيهوش مواعين. تمام، عشان لما اخلص طبعا مكرونه البشاميل اللي بتبقى فيها حلل، مش حتى اطباق، فالدنيا عندي ضيقه مش هتكفي، فلازم افضي اول باول. تمام، الحاجه او افضي اول باول الحوض، دي حاجه. الحاجه التانية انا حطيت بقى اهي المكرونه تغلي، حطيت قصدي الميه تغلي عشان المكرونه، ومحضره اللحمه اهي والطماطم، مش طماطم اسفه، المكرونه لسه الطماطم محضرتهاش على فكره. ادي اللحمه وادي المكرونه وادي الجبنه الموتزاريلا، جبنه موتزاريلا اهي، وادي الزبده اللي هشتغل بيها. دي حاجتي كده كلها ايه حواليا. عبال بقى الميه تغلي هبشر البصله، هقطعها في الكبه واحط البهارات، ونيجي بقى نشتغل مع بعضينا. هنا بقى الميه غلت اهي، نزلت المكرونه، بس هنزلها ايه مش هتاخد وقت يعني، غلوه كتير قوي غلوه. تمام، وادي البصله اهي حطيتها، نحط بقى البهارات بتاعتها، ملح، اللي ما استغناش عنه ابدا الفلفل الاسمر، جنزبيل، شويه قرفه صغننين، ونضرب الكلام ده كله في الكبه. هنا بقى جبت الطاسه هعمل فيها البشاميل. هنزل كده بحته زبده عشان اشوح فيها البصل، اللي ما شاء الله ريحه التوابل على البصله، خلي ريحتها حلوه قوي على فكره. لما فتحت الغطا بانت. تتشوح وانزل عليها باللحم. انا كده بقى اهو سايبه اللحمه على النار تتعصب. تمام، والمكرونه شلتها، عايزه اوريها لكم شايلها ازاي. بصوا ما استوتش، مش ابدنت، اقل كمان من الابدنت، مش عارفه اوريها لكم. بصوا ناشفه. تمام، هناخدها بقى كده ونفضيها عشان تتغسل ونغسلها بقى ونكمل الخطوات معاكم. هنا بقى حبايبي بعد ما اللحمه اتعصجت حطيت لها شويه طماطم، وهنا المكرونه اهي اتغسلت وبتتصفى، وهستنيها بقى دي عبال ما
تتسبك مع الطماطم هعمل بقى البشاميل احضره. طبعا اثناء كل ده لازم اولع بقى الفرن عشان المكرونه ما تغيبش في الفرن. يلا نكمل بقى حبيبي. اهو العصاق خلاص وفي الطماطم وفي شويه ايه جوسي كده مش ناشف اهو، عشان يسوي المكرونه معانا لان انا شايلاها مش مستويه قوي. تمام. هنا وحطيت معلقتين زبده وعليهم معلقتين دقيق. لازم البشاميل ده يبقى خفيف قوي لان ده اللي هيسوي المكرونه، فلازم يبقى خفيف على قد ما نقدر. يا ريت انا كمان بعمله بمعلقه دقيق على فكره مش معلقتين. تمام. هنستناه طبعا الدقيق يستوي. وعايز كده حته سمنه سليمه الحمد لله. حته زبده عشان الدقيق لازم يبقى قد الزبده. تمام اهو تلاقيه كله كده ايه سايح مش متكتل، سايب كده. بشاميل يبقى سايب كده معايا. هستنى يستوي يعني شم ريحته كده استوت خلاص مفيش ريحه دقيق، وابدا بقى احط اللبن والبهارات ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل. انتوا عارفين بقى خلاص حفظتوني. لو وصلتوا لحد هنا اللايك، ها اللايك يلا بسرعه. خلاص كده ريحه الدقيق راحت معناها ان هو استوى. هنزل بقى بكوبايتين لبن واقلب بسرعه. اللبن في ناس بتقول يبقى سخن، انا ما بتفرقش معايا. ادي الكوبايه الاولانيه ودي الكوبايه الثانيه اهي. هو انا عايزاه كده سايب ميه كده. تمام. بس ندوب فيه اي حاجه، اي تكتلات، اي حاجه ندوبها ونبهره بقى. الملح طبعا انا هحط معلقه عشان على قد المكرونه، ده اللي هيتبل المكرونه. فلفل اقلب عشان بس ايه ما يتكتلش تحت. بسرعه جنزبيل شويه صغيرين وقرفه قلب. ونبدا بقى ايه نحط المكونات على بعضها. خلاص كده دوبنا كل التكتلات مفيش اي حاجه وحطينا التوابل. هنبدا بقى نحط المكرونه واللحمه والمكرونه. هنا بقى هننزل بالمكرونه على البشاميل. البشاميل ده كله هيبقى بتاع المكرونه اللي بيسويها، بس المكرونه نيه ازاي مش مستويه يعني يا دوبك خدت لها 6-7 دقايق على النار بس. خلاص هنقلبه كده. بصوا البشاميل عباره عن ميه ازاي، هو ده اللي هيسوي لي المكرونه. يعني هتستوي باللبن، هتشرب طعم اللبن، مش حتى لما تيجي تقطعيها تلاقيها خرطه كده زي ما تشوفيها في التلفزيون. تمام. هنقسمها بقى على الصينيه. هنا كده هنحط بقى نص المكرونه في الصينيه. بصوا البشاميل اللي نزل في ارضيه الصينيه ازاي، هو ده هيسوي لي المكرونه. بعيد تاني متقلقوش ان المكرونه تبقى نيه، هو ده اللي هيسوي المكرونه. بس كده اهي الصينيه اتفرشت. ننزل بقى بالعصاق. نفرد بقى العصاق كويس في الصينيه.
خلاص كده اتساوى. ننزل بقى بقيه المكرونه. هوزعها وارجع لكم. كده هي المكرونه اتوزعت. هنزل عليها بقى بقيه البشاميل اللي في الحله عندي. ده كل ده اللي لسه، ده اللي كنت عاملاه الاولاني ابو كوبايتين لبن، ده اللي هيسوي لي المكرونه. لسه بقى هعمل بشاميل للوش سميك بقى شويه عشان يعمل طبقه. تمام اهو، اوزعه كده، اعمل طبقه خفيفه كده للوش. تمام، تظبط لي الدنيا. يلا بينا. هنا بقى حبايبي هعمل احطش بس النار. حطيت اهو حوالي 3 معالق زبده عليهم 3 معالق دقيق لحد ما اشوف. ادي 1 2 لحد ما اشوف دي قد دي ولا لا. المواعين على فكره هي اتغسلت قبل ما عشان اخلص دي. خلصت غسلت المواعين عشان ميبقاش الحوض عندي متكركب. نكمل بقى هنا. لا السمنه بصوا زياده، بحط كمان دي، لازم ده يبقى قد ده. الحاجات اللي هي تحت الشباك دي اللي لسه هستخدمها. ده بقى ايه، بيبقى ايه سميك شويه عشان ده الوش، ونسيبه ايه لحد ما يستوي. هنا بقى حبايبي خلاص اهو دي استوى. هنزل عليه بقى باللبن. فين الويسك مضرب في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده هيبقى سميك شويه مش زي الاول اللي عملناه. ده كفر للوش. بصوا بيسمك ازاي كل ما بنقلب اهو. بصوا عيش شويه لبن. حطيت حوالي كوبايه ونص كده. نفك بقى السماكه دي. طبعا هنتبله ده برضو، نحط ملح وفلفل. حلو قوي كده. طفينا النار. لو عايزاه اخف هو اخف فيه، بس هو بيبقى كده حلو قوي. فلفل اسمر، شويه ملح بقى حبه صغننين لان ده هيتبل دول بس، مش لبقيه المكرونه. ونقلب. وننزل بيه بقى على الوش. بصوا كده اهو عامل زي الكريمه ازاي. هو ده القوام المطلوب. خلاص هنزل بقى بيه على المكرونه. واوزع. بص نازله عامله زي الكريمه ازاي. كل ده بحوالي كيلو لبن، يعني ما خدتش لبن ياما. هنزل بقى الباقي واسوي الصينيه وارجع لكم. بصوا
بصوا انا قبل ما احط الموتزاريلا قطعت لها طماطم وفلفل زي وش بيتزا كده. سوري. لما تستوي هحط بقى البيتزا الموتزاريلا. ليه؟ عشان ما تنشفش في الفرن. لما تستوي خالص اجي بقى اسويها تحت الشوافه، اروح حاطه الموتزاريلا اسيبها كده تستوي براحتها. تمام. يلا بينا على الفرن بقى. شايفين بقى الجمال؟ دي كده استوت منين؟ من الارضيه بتاعتها. لسه بقى هرش الموتزاريلا الحمار بقى اللي من فوق ده بفعل الطماطم اللي هي حطاها مع العصاج. تمام. هرش بقى الموتزاريلا وادخلها الفرن. نرشها سوا. انا مش عارفه النوع ده هيبقى حلو ولا لا. الصراحه في واحد بجيب منه موتزاريلا سايبه بتبقى روعه، بس انا رحت ما لقيتش عنده، فده بقى اول مره اجرب الراجل ده. ما اعرفش ايه هتطلع ايه. هنا عندي خلاص كل حاجه استوت. هدخل بس الموتزاريلا تسيح. تمام. تاخد وش بقى. انا بسيحها بس ما بحبهاش تبقى محمره. يلا بينا على الفرن. هنا بقى حبيبي المكرونه خلصت، ومش عارفه المفاجاه بالنسبه لكم هتبقى ايه. بصوا الجمال، بصوا الجمدان، بصوا الروعه. ها لا تقولي بيتزا ولا مكرونه بشاميل اللي ده مع ده. تمام. اللايك بقى، متنسوش اللايكات عشان الصينيه دي. تمام حبايبي. دلوقتي بقى نيجي للحظه الحاسمه. هنقطع بقى الصينيه. انا بقطعها دي عشان قال ده تيفال مش هيتجرح، وهو اتجرح وتهبب من غير سبب. مش عارفه بقى اطلعها، بس انا برضه على اتنين عشان اعرف اطلعها. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه سخنه ملهلبه. حلو. بصوا بقى، ولا اتفرفتت اهي وسخنه مولعه. ما اتفرفتتش ازاي؟ ده كل ده عشان انا ما سويتهاش للاخر، يعني خدتها غلوتين تلاته بس من غير سوا. كده بالظبط زي بتاعت الاعلان اللي بنشوفها. يلا بسم الله معانا. ده بقى اكلتنا النهارده، وحمرت لهم جنبها بطاطس اهي طريقتي. تمام. انا قبل كده محمره معاكم بطاطس لكم ازاي تطلع مقرمشه كده. بصوا بقى، عايزه اوريكم المكرونه. بصوا مستويه ازاي، بصوا طريه ازاي عشان الحشو ما استوتش. بصوا طريه ازاي، بس مش معجنه لسه بتطلعتها اهي. مش عارفه الكاميرا مبينه، معلش انا اسفه. لسه بالتطليعه بتاعتها اهي. ايه رايكم بقى؟ جربوها بقى كده وقولوا لي ايه رايكم. على فكره المكرونه طلعت جميله وتحفه، والولاد عجبتهم زي ما شفتوا معانا. تمام. عايزين بقى تعتمدوا الطريقه دي، يا ريت هتعجبكم، واللي يجربها يقول لي ويحط لي اللايك. اهم حاجه اللايكات. تمام. وده كان يوم من ايام النهارده. طبعا انا وقفت معاكم لحد ما ريتاج نزلت الدرس ودخلنا المطبخ. طبعا ريتاج جت وقعدنا اتغدينا مع بعض، وهنكمل بقى مذاكره. ويومنا بكره ان شاء الله رايحين المدرسه باذن الله، بس على حسب الجو. على فكره امبارح شتت عندنا جامد جدا.
قعدت مثلا من الساعة 8 او 9، لا من 10 بالليل، وطول طول الليل بقى واحنا نايمين الفجر رعد وبومب وزعبيب عندنا. بس جو جميل مش ساقعة، احلى جو في اسكندرية. ودلوقتي بنعمل ايه بقى احنا كاسكندرانية؟ بس لما بتشتي بالنهار بنجيب ايس كريم ونتمشى تحت الشتاء عادي. ده الاسكندرانية، ده شغل اسكندرانية، ومش هيعرف الكلام ده الا الاسكندراني زيي. عموما انا اتشرفت بيكم ومتابعتكم ليا حبايبي، وافضل اقولها وهقولها دايما، ربنا ما يحرمني ليكم يا رب منكم يا رب. ويا ريت بقى اللايك والشير الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه، ولو اول مره تشوفني فعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم على خير حبايب قلبي، باي باي.